السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حلا سهل وسريع جدا جدا جدا. في 10 دقايق بجد هتحضريه ومش مكلف خالص بجد. لو جالك ضيوف فجأة ممكن تحضريه في 10 دقايق وانت مش مستعدة. حلو جدا في رمضان، برضو داخل مع رمضان، كل سنة وانتم طيبين. بجد مش مكلف خالص وسريع واقتصادي. وطبقاته حلوه خالص والطعم هايل هايل هايل. يا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير. وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. انا عملته من كيلو من اللبن، وممكن كيلو من اللبن ده ممكن تزوديه ميه، يعني مش لازم كيلو لبن صافي. يعني انا زودت كيلو لبن، حطيت عليه كوبايه من الميه. تمام، يعني كيلو لبن حطيت عليه كوبايه ميه وقسمته نصين. تمام، نص هعمله بالكاستر والنص التاني هعمله بالقهوه، مش قهوه سريعه الذوبان اللي هو البني يعني. تمام، انا حطيت في الكوبايه الاولانيه هنا كوبايه سكر وهنا كوبايه سكر. خلاص، وعلى حسب الحاله اللي انت عايزاه، بس انا هنا حطيت كوبايه وهنا كوبايه. هنا هحط 3 معالق من الكاستر. خلاص، 3 معالق كبار، وبدوبهم على البارد. يبقى حطيت كوبايه سكر و3 معالق كاستر وبدوبهم على البارد. خلاص، وفي النص التاني حطيت كوبايه سكر، وهحط 3 معالق من النشا. خلاص، برضو هدوبهم على البارد، 3 معالق من النشا. خلاص، وبتدوبيهم برضو على البارد ومع كوبايه السكر. بجد طعمه حلو جدا جدا، بجد جربيه جدا بالطعم القهوه، مش اللي هي سريعه الذوبان، بالقهوه العاديه التانية. بجد حلو جدا جدا. انا هنا معلقه كبيره خالص من القهوه، معلقه بس واحده كبيره من القهوه. خلاص، بدوبها مع النشا والسكر في اللبن. يعني انا ده مش لبن صافي، يعني هو كيلو حطيت عليه كوبايه من الميه. تمام، وبعد كده بحط لهم كل واحده فيهم معلقه من الكريم شانتيه. لو ما عندكيش ما فيش مشكله، ده اختياري عادي، بس هو بس بيعزز الطعم. انا حاططها في الاخر عشان عادي، مش مشكله لو انت عايزه تستغني عنها. هنا معلقه من الكريم شانتيه وهنا برضو معلقه. وبعد كده بدوبهم وبرفعهم على النار. تمام، ولما تيجي تسوي الاتنين هتسوي واحده. تخليها واطيه واطيه، الشعله واطيه عليها. تمام، تكون الاولانيه استوت وصبتيها. انا هزود الشعله على اللون البني اللي هي بالقهوه. يعني هي القوام ده كويس، مناسب يعني. خلاص، التانية بقى كانت على البوتاجاز اللي هي بالكاستر. هحط طبقه واحده بس كده صغيره مش كتيره، لان انا هعمل منه طبقات، هعمل منه 3 طبقات. بجد طعمه حلو جدا جدا والقهوه باينه فيه خالص. بحط طبقه واحده بس من اللي هي طبقه القهوه، وبسيبها تبرد بس دقيقه واحده بس. تمام، انا كنت خلصت الكاستر وسايباه يهدى شويه. تسيبيها دقيقه وبعد كده بتحط الطبقه التانية من الكاستر. خلاص، وبتظبطي الطبق لو في على الاطراف مثلا حاجه واقعه كده بتظبطيها برضو. انا حطيت طبقه الكاستر، طبقه برضو واحده بس صغيره كده، عشان احنا هنعمل 3 طبقات. بجد حلو جدا خالص، ميكس مع الكاستر مع القهوه. حلو جدا خالص خالص. يا ريت تجربوها، وسريعه وسهله. انا كنت خلصت كده الطبقه اللي هي اللي بالكاستر. هحط طبقه تاني من البني برضو في الاطباق كلها. خلاص، ويا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. بعد ما بعمل الطبقه البني دي، بكون مجهزه معلقه صغيره من القهوه، معلقه صغيره، ومعلقه واحده من السكر، على ربع كوبايه ميه، وبغليهم على البوتاجاز كانك بتغلي كده شاي بالظبط. وبحط على الاطراف بس من كل طبق. هتديكي نكهه حلوه جدا 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 وطعم هايل، وهتلاقي القهوه باينه فيه خالص. انا بكمل بكل طبق الطبق البني. كده انا جبت معلقه البن الصغيره ومعلقه سكر وربع كوبايه ميه وغليتهم على البوتاجاز. هتحطي بس على الاطراف بس كده، يعني على الجوانب بس كده من الطبق، عشان تبين لك الطبقه باينه، وبتديكي طعم حلو جدا. يعني انا مش بملى الطبق كله، هي معلقه بس كده في كل طبق على الجوانب. بتدي طعم حلو جدا جدا. وبعد كده بحط الطبقه الاخيره اللي هي الكاستر. انا خليت طبقه الكاستر في الاخر عشان هزينها بشوكولاته بني عشان تبقى باينه معاكي. انا مش بحط كتير، يعني معلقه زي ما انت شايفه كده على الاطراف بس كده. وبعد كده بحط الطبقه الاخيره اللي هي طبقه الكاستر، وبتزينيها زي ما انت عايزه. اي حاجه عندك موجوده، فرماسيل بني، فرماسيل الوان، شوكليت شيبس، بسكوت،
اي حاجه موجوده عندك ممكن تزينيها بيها، وممكن تسيبيها زي ما هي كده، بجد طعمها هايل حلو خالص. الشوكولاته البني اللي من فوق كانت مديها برضو طعم حلو خالص. يا ريت تجربوها ان شاء الله، باذن الله الفيديو عجبكم. بتسيبي كل طبقه حوالي دقيقه بس كده تهدى عشان تحطي الطبقه التانية. وبعد ما بخلص خالص ببدا بقى ازينها. قلتلك اي حاجه موجوده عندك. انا كان عندي الشوكولاته البني دي اللي هي فول سوداني محشيه بالشوكولاته كده، وممكن بسكوت، ممكن مثلا بسكوت بوريو، شوكولات شيبس هيبقى حلو جدا برضو. بجد طعمها حلوه جدا جدا، يا ريت تجربوها. طعم البن هايل خالص فيها وباين، والطبقات حلوه خالص. ويا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير. حتى لو ما زينتهاش حلوه خالص برضو ساده، طعمها حلو خالص. انا بعد ما زينتها كان عندي بسكوت برضو ساده، طحنته وحطيته برضو كده على الوش. ممكن على فكره لو جوز هند وزبيب برضو هيديها طعم حلو جدا برضو، ميكس حلو خالص. ممكن لو بسكوت بوريو ممكن تطحنيه وتحطيه على الوش برضو هيبقى طعمه حلو جدا. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. بجد طعمها هايل، بتبرد بسرعه ما بتكملش حاجه. انا ما دخلتهاش التلاجة، انا سبتها بس كده على الرخامه 10 دقايق وقدمتها. بجد حلو خالص، وطبقاتها باينه قوي وحلوه جدا. طبقات القهوه اللي احنا حطيناها في الاخر خالص دي حلوه خالص، باينه قوي فيها الطعم، وباينه طعم القهوه، وطعمها حلو جدا جدا. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم. ممكن تزينيها باي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.